إليكم أبرز عناوين حلقتنا اليوم. الرجاء الرياضي وفالنسيا يلغيان مباراتهما الودية التي كانت مبرمجة لهذا السبب. محمد وهبي يحدث ثورة كبيرة داخل معسكر المنتخب المغربي. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يفاجئ النجم الأرجنتيني برسالة مؤثرة بعد وفاة والده، وهذه التفاصيل. تقرر إلغاء رسميا المباراة الودية التي كانت ستجمع الرجاء الرياضي بنادي فالنسيا الإسبانية، والتي كانت مبرمجة نهاية الأسبوع الجاري. جاء الإلغاء المواجهة بسبب مشاكل مرتبطة باستصدار التأشيرة، ما حال دون تنظيم اللقاء في موعده المحدد. كانت مباراة الرجاء المنتظرة تمثل فرصة مهمة للفريق الأخضر لاختبار جاهزية لاعبيه أمام فريق أوروبي كبير، لكن إدارة النادي الأخضر سارعت إلى وضع برنامج بديل لتعويض هذه المواجهة خلال فترة التحضير للموسم الجديد. وقررت إدارة الرجاء الرياضي برمجة معسكر تدريبي لمدة 10 أيام بمدينة أكادير انطلاقا من يوم الاثنين المقبل. يهدف المعسكر إلى رفع المستوى الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل انطلاق المنافسة الرسمية. من المنتظر أن يشهد التجمع حضور عدد من الصفقات الجديدة التي تعاقدت معها النادي خلال فترة الانتقالات الحالية، كما سيحصل عدد من لاعبي الفريق الشاب على فرصة الانضمام إلى المجموعة الأولى وإثبات مؤهلاتهم. يشكل هذا المعسكر أيضا فرصة أمام الطاقم التقني للوقوف على مستوى العناصر الجديدة ومدى انسجامها مع المجموعة. تسعى إدارة الرجاء الرياضي إلى بناء تركيبة قادرة على المنافسة بقوة خلال الموسم المقبل بعد إعادة ترتيب عدد من مراكز الفريق. وفي المقابل لا يزال مستقبل بعض اللاعبين مفتوحا على الميركاتو الصيفي، ويتعلق الأمر بكل من مايتس العموري وساخو وخافي وغيرهم من الأسماء. وتجرى إدارة النادي مفاوضات مع عدد من الأندية بشأن إمكانية انتقال هؤلاء اللاعبين سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي. يتجه محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي إلى إجراء مجموعة من التغييرات على تركيبة أسود الأطلس خلال المرحلة المقبلة. حسب المعطيات المتداولة فإن محمد وهبي يدرس استبعاد بعض الأسماء التي كانت حاضرة بشكل مستمر خلال السنوات الأخيرة. يتعلق الأمر وفق المصادر ذاتها بكل من أيوب الكعبي، منير المحمدي، سفيان رحيمي. وفي خطوة قد تثير الكثير من النقاش بين الجماهير المغربية، لا يعني هذا التوجه بالضرورة نهاية مشوار هذه الأسماء مع المنتخب، إنما قد يكون جزءا من سياسة جديدة لتجديد المجموعة. يرغب محمد وهبي في توسيع قاعدة الاختيارات ومنح الفرص للعناصر الشابة قادرة على المنافسة مستقبلا. تأتي هذه الرؤية في أفق إعادة منتخب أكثر جاهزية لاستحقاقات مقبلة، على رأسها كأس إفريقيا 2027. بحسب المصادر فقد تم تنسيق بين محمد وهبي ورئيس الجامعة المغربي لكرة القدم فوزي القجع بشأن هذا التوجه. من أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى المجموعة ياسر الزبيري، الذي يواصل فرض نفسه كواحد من المواهب المغربية الشابة الواعدة. كما يوجد المدافع عبد الحميد أيت بودلال ضمن الخيارات الجديدة التي قد تصل أو تحصل على فرص مع المنتخب الأول. ويبرز كذلك اسم عثمان معمة في إطار سياسة البحث عن عناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة في الخط الأمامي للمنتخب. وفي المقابل من المنتظر أن يستمر الاعتماد على المدافع المخضرم أكد بالنظر إلى خبرته وقيمته الكبيرة داخل خط الخلفي لأسود الأطلس بعد تعافيه من الإصابة. كما تشير المعطيات إلى إمكانية الإبقاء على الحارس الرجاء الرياضي المدى الحرارة ضمن حسابات المنتخب المغربي الأول. وتأتي هذه التغييرات في وقت يسعى فيه محمد وهبي إلى بناء توليفة تجمع بين الخبرة والطموح الشبابي. فالمنتخب المغربي يملك حاليا عددا كبيرا من المواهب التي بدأت تطرق أبواب الفريق الأول. ومن المنتظر أن تكون فترة التوقف الدولي المقبلة فرصة حقيقية لاختبار بعض هذه الأسماء على المستوى الدولي. وسيبدأ المغرب مشواره في تصفية كأس إفريقيا بمواجهة الغابون في ليبروفيل يوم 25 سبتمبر المقبل. ستكون المقابلة اختبارا مهما لمدى نجاح الخيارات الجديدة التي قد يعتمد عليها الناخب الوطني. كما ستكشف المراحل المقبلة ما إذا كانت بعض الأسماء المخضرمة ستعود إلى الحسابات وهبي أو ستتواصل عملية التجديد.
في لفتة إنسانية لقت تفاعلا واسعا عبر العالم، وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة دعم ومواساة إلى غريمه التاريخي ليونيل ميسي عقب وفاة والده وخروجه ميسي من عمر ناهز عن 68 عاما. ورحل خورخي ميسي بعد معاناة طويلة مع المرض، تاركا خلفه مسيرة حافلة بالدعم والمرافقة لنجله منذ خطواته الأولى في كرة القدم. وكان والد ليونيل ميسي من أبرز الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبه خلال رحلته من الملاعب روساريو إلى قمة كرة القدم العالمية. وقد عبر ميسي عن حزنه عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، مستحضرا الدور الكبير الذي لعبه والده في حياته ومسيرتها. وفي خضم هذه اللحظات الصعبة اختار رونالدو أن يضع المنافسة التاريخية جانبا ويوجه كلمة إلى النجم الأرجنتيني وكاتب قائد البرتغال، رسالة قصيرة لكنها حملت الكثير من التعاطف والمساندة للمنافسه السابق. وقال رونالدو لميسي: عناق كبير لك ولأحبائك في هذه اللحظات الصعبة يا ليو، ابقى قويا. وسرعان ما حظيت رسالة النجم البرتغالي باهتمام كبير من جماهير كرة القدم حول العالم، فالاثنان جمعتهما لسنوات واحدة من أشهر المنافسات الفردية في تاريخ اللعبة. وتنافس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وميسي طويلا على جوائز الفردية والألقاب والأرقام القياسية، خصوصا خلال فترة وجودهما في الدوري الإسباني. رغم حدة المنافسة بينهما فوق أرضية الملعب، ظل الاحترام متبادلا حاضرا بين النجمين، وكانت مواجهتهما بقميص ريال مدريد وبرشلونة من أكثر المباريات كرة القدم متابعة حول العالم. كما شكل ثنائية تنافسية تاريخية دفع كل واحد منهما الآخر إلى تحقيق أرقام وإنجازات تاريخية واستثنائية. لكن وفاة أحد الوالدين وضعت كل تلك المنافسات جانبا لتظهر العلاقة الإنسانية بين الاثنين من أساطير اللعبة. وتأتي رسالة رونالدو لتؤكد أن كرة القدم مهمة مهما بلغت حدة المنافسة فيهما، تبقى في النهاية جزءا من الحياة. كما أعادت هذه اللحظات إلى واجهة الدور الكبير الذي لعبته العائلة النجمين في دعمهما خلال مسيرتهما. وبينما يواصل ليونيل ميسي التعامل مع فقدان والده، وجد في كلمات العديد من الشخصيات الرياضية دعما ومساندة. وأما رونالدو فاختار أن تكون رسالته بسيطة ومباشرة، لكنها تحمل معنى كبير في مثل هذه الظروف. ومن منافسة صنعت التاريخ إلى لحظة إنسانية جمعت أسطورين، رونالدو يساند ميسي عندما توقفت كرة القدم. يواصل اللاعب الدولي المغربي الشاب ريان بونيتا الغياب عن التحضيرات فريقه أياكس أمستردام في ظل عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي حرمته من المشاركة في الاستعدادات للموسم الجديد مع الفريق الأول. وكشفت التقارير الإعلامية الهولندية أن أياكس خاض اليوم الأربعاء حصة تدريبية أخيرة استعدادا لمواجهة شيليبورن الإيرلندية ضمن إياب دور الثلث من تصفيات الدوري المؤتمر الأوروبي، والمقرر إجراءها غدا في غياب بونيدا الذي لم يستعد بعد جاهزيته البدنية. ولم يتمكن اللاعب المغربي الشاب من خوض أي دقيقة مع أياكس خلال فترة التحضير للموسم الجديد الحالي، إذ لا يزال خارج التدريب الجماعي بسبب عدم اكتمال تعافيه من الإصابة. وكان المدرب الإسباني ميشيل سانشيز مدرب أياكس قد أوضح في تصريحات سابقة أن ريان بونيدا يحتاج إلى نحو أسبوعين إضافيين قبل أن يصبح جاهزا للعودة إلى أجواء المنافسة، ما يجعل موعد ظهوره الأول مع الفريق خلال الموسم الجديد مرتبطا بتطور حالته البدنية خلال الأيام المقبلة. يشكل استمرار غياب بونيدا ضربة للاعب الشاب الذي كان يعمل استغلال فترة التحضير لفرض نفسه ضمن حسابات الطاقم التقني لأياكس، خصوصا في ظل المنافسة القوية على مراكز الهجومية.